أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي الكرام في هذه الحلقة من حلقات العملات والنقود. معكم الأستاذ سلاوي. مرحبا بجميع المتابعين ديالنا. اليوم عندنا عملة ورقية من فئة 5 دراهم المملكة المغربية، إصدار سنة 1970، موافق 1390، المرحوم الحسن الثاني. عملة كما كتشاهدوا صورة للملك الراحل الحسن الثاني، صورة لقصر إيد بن حدو بمدينة ورزازات. عملة مميزة، وكانت أول عملة من فئة 5 دراهم في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. كما كتشاهدوا إخواني أخواتي، عملة بمواصفات مميزة ومميزة جدا. الاخوان، هاد العمله اللي كنشاهدوا بزاف ديال الناس عندهم بحال هاد العملات وكيبغيو يعرفوا الاسرار وكيبغيو يعرفوا الاسعار، ولا سيما الاخوان اللي كيشاهدوا بعض المنصات كيعطيو غير الارقام فقط، لكن ما كيعطيوش جميع الاسرار اللي كتخلي العمله او العملات يتغير السعر ديالها من سعر او من ثمن عادي الى ثمن مرتفع. اول حاجه الاخوان، هاد العمله كانوا فيها بزاف ديال الاصدارات وفيها بزاف ديال الاسرار. اول حاجه غادي نهضروا عليها الاخوان، السعر العادي ديال العمله بالاسواق المغربيه كنصادفوها الاخوان من 50 حتى ل 100 حتى ل 150 درهم، وتكون العمله ان سعر. ثاني حاجه اللي كتخلي العمله يرتفع السعر ديالها الاخوان بواحد الدرجه نقدروا نقولوا خياليه. هنا دائما السيري او الرقم التسلسلي خصو يكون رقم تسلسلي نادر. اغلى عمله في ورقيه اللي كيكون فيها الرقم التسلسلي كله اصفار، وكنسميوها سبيسيمن او النموذج او التجربه. العمله الاولى من اي فئه كيكونوا فيها كل اصفار. هذيك العمله الاخوان كتوصل واحد المبلغ، نقدر نقول لكم العمله حتى ل 5000 درهم بالاسواق العالميه. وكاينين بعض العملات اللي معروضين بمواقع عالميه فيهم كلهم اصفار سبيسيمن. من هذه الفئه ديال 5 دراهم المغرب 1970 وتباعت ب 250 دولار وتباعت ب 300 دولار، والسعر يقدر يوصل حتى ل 500 اورو او 500 دولار. ثاني حاجه الاخوان، هاد البريفيكس او هاد الرقم اللي كنشوفوا هنا، هاد الحروف هنا كاينه عاوتاني هاد العمله الاخوان هي اللي تم التداول ديالها بالمملكه المغربيه منذ سنه 1970، وتم السحب ديالها سنه 1992. يعني العمله تصرفوا بها المغاربه اكثر من 22 سنه. اذا كان هاد البريفيكس هذا فيه رقم صغير مثلا تكون او لا يكون لتحت غير رقم واحد مثلا او 2 او 3 حتى ل 9 حتى ل 5 عفوا، رقم صغير العمله كيكون السعر ديالها مرتفع شيئا ما. اما بحال هاد العملات اللي كنشاهدوا الاخوان فيهم البريفيكس كبير او الرقم كبير، هاد العملات عاديه وحتى الرقم التسلسلي ديالهم عادي الاخوان. ما يجيش شي واحد يقول لنا لا عمله فيها البريفيكس كبير او لا الرقم كبير والرقم التسلسلي عادي، غادي تسوى واحد المبلغ مرتفع بالمقارنه مع السعر ديالها بالاسواق المغربيه والاسواق العالميه. لكن الى صادفتي بحال هاد العمله اللي كنشاهدوا الاخوان، هما نفس العملات كما كنشاهدوا، الاختلاف كاين هنا في الرقم التسلسلي كما كتشاهدوا الاخوان. هنا زد 4، هنا 45، هنا 598، وهنا الرقم التسلسلي كما تشوفوا هنا زد 4. وبزاف ديال الناس كيبغيو يعرفوا علاش هاد العملات فيهم حروف مختلفة. كاين اللي غتصادف فيها بوحدها، كاين اللي غتصادف فيها كاين اللي غتصادف فيها حروف أخرى تقدر تكون بي مثلا. لكن هادو اللي كنصادفوا فيهم حرف زد غادي تلقى زد 1، زد 2، زد 3 وزد 4. هاد العملات تسمى العملات المستبدلة أو لي رومبلاسمون. ونزيد نشرح لكم اكثر الاخوان. هذه العمله تم
التداول ديالها اكثر من 22 سنه، والعملات نهضروا بالدارجه العملات كاين بزاف ديال الناس اللي تقطعوا لهم العملات، وكانت العمله بوحدها وكان عليها الدرك كما تنقولوا هاد العمله، وتقطعوا بزاف ديال الناس مشاو للبنك المغرب وبدلوا لهم العملات بعملات اخرى بحال هاد العمله اللي كنشاهدوا. هذه عمله مستبدله من عمله معترئه او ممزقه تم استبدالها من طرف بنك المغرب، وكانوا فيهم هاد الحروف ديال زد تعني عمله مستبدله او بي رومبلاسمون. الاخوان بحال هاد العمله اللي فيها زد، اغلى عمله فيها هي اللي فيها زد واحد، نقدر نقول لكم تقدر تباع اكثر من 1000 درهم مثلا. اما اللي فيها زد جوج زد ثلاثة زد أربعة السعر ديالها ما كيبدا تقريبا من 500 درهم. ارخص عمله مثلا فيها زد أربعة غادي تبيعها 500 درهم فما فوق، وشرط تكون الحاله ديالها كما تتشوفوا الاخوان العمله انسير وفي حاله جيده. الاخوان دائما تابعوا لهاد العملات الورقيه، راه بزاف الناس عندهم عملات ورقيه ولا سيما العملات القديمه ديال 1970 بالنسبه ل5 دراهم او ل 10 دراهم او ل 50 درهم وحتى ال 100 درهم ديال 1970. دائما الاخوان نتابعوا هاد البريفيكس او هاد الارقام او هاد الحروف اللي كاينين في الرقم التسلسلي، راه تقدر تصادف شي عمله نادره. كيف ما قلنا الا كانوا الارقام كلهم اصفار هذيك تسمى سبيسيمن او نموذج، ماشي نقول لك صعيب باش تصادفها، ممكن تصادفها. بحال هاد العملات دابا فيهم بزاف ديال الانواع وبزاف ديال كيكونوا فيهم ارقام تسلسليه نادره، وبحال هاد الحروف ديال زد دائما نتابعوا لهم. الا صادفتي هاد الحرف ديال زد واحد جوج ثلاثة حتى الأربعة فجميع الأوراق ديال سنة 1970 راه عملة والسعر ديالها مرتفع، وإلا كانت العملة في حالة جيدة الإخوان والسعر ديالها دائما كيرتفع وكينخفض على حسب الجودة ديال العملة. الإخوان بزاف ديال الإخوان كانوا كيسولوني على هاد العملة وكيبغيو يعرفوا في النقل البث المباشر، كيسولوني غير على السر وتنقول له على الاسعار ديالها في الاسواق المغربيه وكذلك في المواقع العالميه، وكنقول لكم راه غادي نعطيكم عليها جميع المعلومات. وكنتمنى الاخوان بحال هاد المعلومات نبارطاجيهم مع الاخوان باش اي واحد عنده شي عمله يولي يعرف واش هي عمله عاديه ام عمله نادره. ودائما كاينه الاستفاده الاخوان، بحال دابا هاد العمله انا شريتها مثلا بواحد المبلغ ديال تقريبا بين 50 درهم وبين 100 درهم، ولا جيت نعرضها للبيع غادي نعرضها بواحد السعر مميز نظرا للرقم التسلسلي والجوده ديال العمله في حاله جيده. كنتمنى الاخوان هاد المعلومات تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلايك الفيديو والبارطاج الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والناس اللي جداد معنا اول مره كتشاهد المحتوى وكنتي من المهتمين ومن المحبين ديال العملات، بغيتي تبيع عملات، بغيتي تشري عملات، بغيتي تعرف اي معلومه على العملات سواء ديال المغرب او ديال خارج المغرب، تواصل معايا. معك اخوك السلاوي، كنرحب بجميع التعاليق وجميع الاستفسارات ديالكم، وكنتمنى نتلاقاو ان شاء الله في شي حلقه اخرى. اقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.